السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا قمرايا، انت وهي هلت علينا شهور الخير وشهور البركة. يلا فرزي معايا شوية تفريزات صغيرة وبسيطة لكن هتنفعنا إن شاء الله، لأن هيكون معانا البركة. معانا البركة بس هنقولها في الأول وفي أول الفيديو. فين البركة يا هنا وبنجيبها منين؟ بنجيبها لما بنحافظ على صلاتنا وفي أوقاتها ونقول الأذكار بتاعتنا، فبيدي يومنا بركة. يجعل يوم ويومكم كله بركة، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما متعودين مع هنا، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. هنعمل ايه يا هنا؟ هتشوفوا معايا دلوقتي احنا هنعمل ايه. هنفرز شوية بسلة حلوين قوي قوي بطريقة سهلة وبسيطة، لكن هتحافظ لك على البسلة بتاعتك ما شاء الله طازة طول ما انتي مفرزاها. الايام دي احنا عارفين كلنا الدنيا غلا، ربنا يرحمنا برحمته، لكن احنا هنحاول نتكيف مع الغلا. ما احنا معانا بركة ربنا عز وجل، فعمرنا ما هنخاف من اي حاجة. البركة طول ما هي سكينة كده جواكي وحاسة بان ربنا مديكي البركة وبركة ربنا معاكي وحواليكي، صدقيني مش هتشيلي هم اي حاجة في الدنيا. دايما دايما نكون مع ربنا وفي طريق ربنا، ربنا هيكرمنا ان شاء الله. انا جبت طلبات الاسبوع زي ما شفتوا، وفي نفس في الوقت جبت 2 كيلو بسلة وكيلو جزر من ضمن طلبات الاسبوع ده هجيب بسله، الاسبوع اللي جاي هجيب حاجه تانية. يعني ما تحمليش على ميزانيتك وما تحمليش على نفسك. انت في نفس الوقت هيبقى الكميه قليله سهله وخفيفه عليكي وانت بتعمليها، وفي نفس الوقت هتعملي ايه؟ هتوفري في ميزانيه بيتك. داخل علينا ايام خير وايام بركه، عايزين نستشعرها كده وناخد أجرها إن شاء الله. ويلا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. شوية أذكار بسيطة قوي، طول ما انت واقفه تعملي حاجه في المطبخ اذكري الله. ان شاء الله ربنا يلهمك الذكر ولسانك يتعود على الذكر. طول ما لسانك يتعود عليه صدقيني وانت واقفه كده هتلاقي لسانك ذاكر من غير ما تحسي، وتقولي ما شاء الله انا بدات اقول الاذكار يلا هكمل. وزي ما متعودين مع هلا نحاول اذكارنا نعلقها على الحيطه في كل مكان قريب من عينينا، فما شاء الله تعنا على الطاعه. ما احنا بنقول ان احنا هنعين نفسنا على الطاعه، ان احنا نحوطها بالاذكار. شغلي اذاعه القران الكريم جنبك كده، وما شاء الله استشعري بقى الروحانيات بتاعت الايام اللي احنا داخلين عليها، يعني كلها بركة بركة بركة. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم البركة، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعدكم ويهنيكم. يلا اللي وصلت لحد هنا يلا فين اللايك يا امارات؟ وحابة اشكركم جزاكم الله خيرا على تفاعلكم على الفيديو اللي انا نزلته بعد غياب. ربنا يا رب ما يحرمني منكم، لا تتخيلوا فرحتي. والفيديو ده شجعني ان انا انزل معاكم فيديوهات، بس معلش انا اسفة ان انا مش هقدر انزل يوميا زي الاول، لان انتوا عارفين ان انا عندي ظروف شوية. الحمد لله على كل حال، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فان شاء الله انا عايزه ابقى معاكم وفي وسطيكم الايام دي واشجعكم واتشجع بيكم. وانا كمان زي ما انتوا بتاخدوا مني طاقه ايجابيه، والله تعليقاتكم بتديني طاقه ايجابيه وبتديني حماس كده وتفاؤل. ربنا يديمكم نعم على قلبي، اللهم امين. واللي اول مره تكون معايا اتشرف بيكي يا حبيبه قلبي، ويا ريت تنزلي تضغطي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد يا ست الكل. يلا حطي اللايك يا قمرايه. كده هنقطع الجزر، قشرناه بالقشره بتاعه البطاطس، بتكون سهله جدا عليكي في التقشير. وبعد كده غسلته، ويلا هنبتدي بقى نقطعه مكعبات صغيره صغيره. واحنا بنقطع نقول ايه؟ اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العالمين. وحشتوني يا بنات، والله العظيم انا حاسه ان انا كاني غايبه بقالي سنين مش شهور. انا عارفه ان الفتره كانت طويله ومعلش غصب عني، والله عمري ما حاجه هتمنعني عنكم غير حاجه خارجه عن ارادتي. الحمد لله على كل حال، ربنا يديمكم نعمه. وكل دعوه يعني سبحان الله انا حاسه ان دعواتكم ليا بالشفاء وان ربنا يعافيني والله وصلت لي، وحسها في نفسي وفي صحتي. ربنا يكرمكم يا رب ويخلف عليكم. دعوه بظهر الغيب الملائكه تقول لكم ولك مثله. الحمد لله على كل حال. عايزين يا بنات نكسر كده من الاذكار الايام دي، عايزين نخلي عندنا ذكر كده. انا بصراحه مش هقول لكم ان انا كنت حريصه عليه، لكن انا بادئه ان انا امشي عليه، ان احنا نقول 1000 مره لا اله الا الله. يعني انا سمعت داعيه ربنا يبارك له ويصلح من حاله، اللهم امين، بيقول ان فضلها كبير جدا جدا جدا، يعني بتيسر وبتفرج وبترزق، ويعني ما شاء الله ذكر لا اله الا الله.
نخلي عندنا سبحة كده ونقول 1000 مرة لا إله إلا الله، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تفتح لنا الأبواب المغلقة، نستغفر ربنا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى احنا عايزين خير الدنيا والآخرة، فعلينا بالاستغفار. خلي الذكر ده حواليك، أي ذكر أي ذكر يجي على بالك قوليه، هيثقل من ميزان حسناتك. هنحطه في الحصالة، ها مين اللي مواظبة إن هي تحط في الحصالة؟ ها حصلتكم مليانه وانا مش معاكم، ولا انتوا ايه، ولا نسيتوا الحصاله؟ الحصاله يا بنات حصلت الحسنات. يلا احنا داخلين على ايام الهمه والنشاط وايام البركه، وداخلين على الشهر رجب، الشهر الاصب اللي سبحان الله الخير بينزل علينا صبا صبا. وربنا سبحان الله عز وجل كان بيشفي عدد كبير من المرضى وبيرزق ناس كتير في الشهر ده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. فاحنا نحاول نستشعر ده في الشهر الجاي، وان شاء الله هنشوف بركه في صحتنا وفي رزقنا وفي اولادنا وفي اللي حوالينا ان شاء الله. واهم من ده كله ربنا يرزقنا البركه في ديننا ويثبتنا على ايمانه، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل لساني ولسانكم دايما ذاكر، انا وانتم وجميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يديمكم نعمه على قلبي. انا عارفه ان الفيديو ما فيهوش اضافه كبيره قوي، هنفرز بسله، بس هي حاجه كده من ضمن تفريزات رمضان 2023. كل عام وانتم طيبين. فما شاء الله تبارك الله هنعمل مع بعض التفريزات حبة حبة، بما ان الحياة بقت غالية فهنعملها حبة حبة كده مع بعض، ومش هتأثر علينا ابدا ابدا. طبعا المقطع بتاع البسلة اللي انا حطيت فيه البسلة في النار في المية زي ما انتم شايفين كده، انا حطيتها الاول في مية سخنة، خدت غلوة بتاع 5 دقايق كده بسيطة، مش غلوة يعني، المية ما تكونش سخنة قوي. وبعد كده هتصفيها وتنزلي عليها بالمية السخنة زي ما انت شايفة كده، المية الساقعة قصدي، معلش انا اسفة. يبقى احنا هنقول تاني، معلش انا اتلخبط. هنحطها في الميه السخنه اللي مش مغليه قوي دقيقتين 3 او 5 دقائق بالكتير، وبعدين هنصفيها ونحطها في ميه بارده علشان نوقف عمليه السوى. وبعد كده هنصفيها، وشوفوا الخضار بتاعها ما شاء الله، ولا حطيت سكر ولا حطيت اي اضافات يا بنات، هي بس الطريقه اللي انا بقول لكم عليه، ميه سخنه وبعدين تطلعيها تحطيها في ميه بارده كذا مره كده لحد ما تبرد خالص معاكي. وشوفوا لونها اخضر يفتح النفس، والجزر لونه برتقاني، حاجه قمر القمر. ونبتدي بقى نعبي بحسب الكميه اللي انت بتحبي تقسميها، هتقسميها على كيسين على 3، دي راجعه على حسب عدد افراد اسرتك وحسب الكميه اللي انتوا بتاكلوها في المره. فما شاء الله تبارك الله، حطيها في اكياس عاديه، حطيها في اطباق زي ما انت بتحبي تحفظي الحاجه، احفظيها زي ما انت بتحبيها. وما شاء الله تبارك الله هتقعد معاكي في الفريزر وهتبقى زي الفل، هتطلعيها على طول تحطيها في الحله بتاعتك وتبقى قمر. وان شاء الله برضه هنطبخها مع بعض في رمضان، وهي بقت في الاكياس زي ما انتم شايفين. وكل سنه وانتم طيبين وتفريزات رمضان. ربنا يدومكم نعمه على قلبي، اللهم امين.